متحف بورسعيد الحربي واحد من أهم المتاحف العسكرية. اتعمل المتحف سنة 1964 عشان يخلد ذكرى العدوان الثلاثي على مدينة بورسعيد، ويكون شاهد على بطولة وفداء شعب بورسعيد في الدفاع عن الأرض، وكمان عشان ينشر الوعي بالتاريخ العسكري لمصر ومشاركتها في الصراعات والحروب عبر العصور. اتبنى المتحف على مساحة 7000 متر مربع، وخضع لعمليات الترميم والصيانة والتطوير. وعيد افتتاح المتحف عام 1978 بعد إضافة قاعة لعرض مقتنيات حرب أكتوبر. ويتكون المتحف من طابق واحد وحديقة واسعة، واللي بتضم غنائم حرب أكتوبر من المعدات والأسلحة الإسرائيلية والدبابات وأجزاء الطائرات والمدافع. بينقسم مبنى المتحف إلى 4 صالات عرض، منهم قاعة البهو الرئيسي، ودي اللي بتوفر للزائر معلومات عن بورسعيد في العصور القديمة والإسلامية، وقاعة قناة السويس اللي فيها أعمال فنية بتحكي قصة قناة السويس من بداية التخطيط ليها لحد افتتاحها. وكمان في قاعة للعدوان الثلاثي واللي بتحكي بطولة شعب بورسعيد، واللي بتعرض أشكال مختلفة من الأسلحة. وكمان في المتحف قاعة أكتوبر، ودي متوفر فيها كل الأعمال الفنية في حربي أكتوبر والاستنزاف، وبعض الأسلحة الإسرائيلية المستولى عليها من الإسرائيليين. المتحف ده واحد من أهم المتاحف المصرية اللي ما ينفعش تفوت زيارتها. قول لنا، رحتوا قبل كده ولا لأ؟